قبل كده هو حصل خلاف برضه في المجلس، لانه طلب الكلمه يوم فما ادالوش الكلمه، فجه تاني يوم عشان يقولها فاتخانق. طب يعني انتوا داخلين المجلس ده عشان ايه؟ عشان كل واحد يقول يا نفسي انا اصلي خدت الكلمه وما ادهنيش. هن عم بيمثلوا الشعب برايك ميمي ولا لا؟ طبعا المفروض بس هن شو؟ خلي بالك احنا دلوقتي هم موقفين، ما احناش بنشوف الاول كانوا بيورونا كل الجلسات كنا بنتفرج عليه فبنشوف ده بيعمل ايه. دلوقتي الجلسات مش موجوده الا احيانا في بعض القنوات بيجيبوا شويه، لكن المفروض انتوا جايين عجينه تعجنوا في بعض كده كلكم جميع الاحزاب والاشكال وتطلعوا حاجه، يقول ايوه واحد يقول لا، في معارضه وفي راي وفي يعني قول، واللي بيعارض ده يقول على فكره الموقف ده انا مش عاجبني، يوم التاني اللي جنبه يطلب الكلمه مش عاجبك ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. بس هلا صار في وسيله للاعتراض اكثر. عرفتي دلوقتي بيتخانقوا. عرفتي شو الوسيله؟ الحذاء. لا ده الحذاء ده كان اخر حاجه. طبعا ده مش مظبوط، انا ما بقولش انه تصرف سليم، لا، لكن هو الراجل فقد شعوره، لانه هو انت لو تشوفي البرنامج من اوله وهو داخل من الباب وداخل قوي يعني كما انه عامل حاجه، ما يقول انا هدخل مرفوع على الاعناق. طب انت داخل مرفوع على الاعناق بمناسبه ايه؟ انت ما كنتش عامل حاجه، انت متخانق قبلها بيوم، وكمان حكايه الاسرائيلي دي انت عندك مبرر؟ طب وازاي تبقى عندك مبرر وجاي تقول ايه؟ التاني كان المفروض يقول له غير مسموح لك انك تخش، انت ما دام عملت ده ما تخشش مثلا. لكن حته ان احنا نوصل لدي كانت مش حلوه. برايك رده فعل توفيق عكاشه كعضو بمجلس الشعب كيف؟ لا هو حاسس انه غلطان طبعا. هو حاسس انه غلطان، وحتى من استقباله للسفير الاسرائيلي طبعا غلطان. يعني هو انت مع فكره التطبيع؟ هو صاحبه. انت مع فكره التطبيع مين نعم ام لا؟ احنا دلوقتي بنمشي حسب الحكومه ما بتقول. انا مع الشعب، مع الناس، مع الحكومه. الحكومه بتقول احنا عندنا تطبيع نقول فيه تطبيع، ما فيش تطبيع احنا ما بنختلقش. ما اجيش انا اجي اقول لك ايه والله كل الناس ضد البني ادم ده وانا لا، انا مع الحاجه اللي فيها مصلحه بلدي. لو بلدي ليها مصلحه مع الناس دول يبقى السيسي هيطلع يقول احنا ما ماشيين مع الناس، احنا مش اخترنا بني ادم ومشينا وراه. الراجل ده بيعمل ايه؟ عمال يبني هنا ويبني هنا ويودي هنا ونصلح هنا ويظبط، والناس اللي حواليه كلهم ما فيش حد مبسوط. طيب شو بتقولي لتوفيق اليوم؟ اقول له انت غلطان، انت غلطان من ساسك لراسك. انت بني ادم ما حدش عارف اتجاهك شكله ايه، انت بتتكلم في ايه، وانت داخل مجلس الشعب عشان تفيد البلد ولا داخل عشان تبقى ليك صداقه؟ حتى لو لك صداقه يعني مش مع السفير الاسرائيلي يعني. فانا بيتهيألي انه هو غلطان، بس الرد الفعل ما كانش حلو. هذه رسالتي